الجزء التاني في ازاي تخلي ابنك يطلع تربية راجل في شوية حاجات. في التعاملات الخارجية في الشارع صدريه، بس قبل ما تصدريه قبل ما تخرجوا من البيت اتفقي معاه على خطة زي ما هقولك بالظبط حالا. يعني لما تدخل المكان الفلاني هتطلب كذا وكذا وهتعمل كذا وكذا، وكوني طبعا واقفة في ظهره حتى لو غلط. ليه بقى؟ تعالى ما اقولك لو غلط ما تتكلميش. اول حاجة عشان تزرعي ان هو عادي يغلط، كل واحد بيغلط وبيتعلم من غلطه، فما تخافيش لو اتصدر وغلط. تاني حاجة يتعلم ياخد القيادة، لأن تلات أرباع مشاكلنا في بيوتنا على مين اللي هيسوق الأول أو مين اللي سايق أصلا، صح ولا لأ؟ طب لو غلط هتعملي إيه؟ هتسيبيه ويكمل معاملته عادي، وبعد كده هتقولي له التصرف الصح كان كذا وأنا مرضتش أتكلم عشان أنت واقف مع الرجالة. طب لو طلب مساعدتك وانت واقفة بقى، اتدخلي بس بصوت واطي كده بالراحة، عشان ما تحسسيش اللي قدامه ان انت بتقلي من ثقته، او تحسسي اللي قدامه ان هو غلط وانت ساعدتيه. عشان تحسسيه بالثقة احسن من امهات كتيرة الله يسامحها زرعت في ولادها قلة الثقة. وما يبقاش خايف زي ما كتير من الشباب ما بتعرفش تتصرف في المواقف بسبب امهاتهم اللي ما كانوش بيخلوهم يعرفوا يتصرفوا، صح ولا لا؟